النهارده هعرفك سكريبتين حلوين ومهمين جدا وهيسهلوا عليك شغل كتير واغلب المصممين ما بيستغنوش عنهم، سكريبت للابواب الزجاج والشبابيك الالومنيوم. هعرفك ازاي تثبتهم عندك داخل الماكس وازاي انك تستخدمهم. مبدئيا كده عشان نثبتهم هنروح على الماكس وندوس كليك يمين وندوس على اوبن فايل لوكيشن، هيفتح لي لوكيشن الملف، هنروح منه على سكريبت، هنخش عليه ونفتح ده فايل، وهنروح على الفايل الموجود فيه السكريبتات. طبعا هنكون فاكين الضغط عنهم، هنروح على اول سكريبت، من اول سكريبت هناخد الثلاث فايلات دول كوبي، ونروح على مكان السكريبت، نعمل بيست، نعمل كونتينيو، ونرجع على السكريبت الثاني، هناخد برضو الثلاث فايلات دول كوبي، نرجع على السكريبت، بيست، كونتينيو. كده انا حطيت الفايلات في مكانها الصحيح. دلوقتي هفتح برنامج الماكس، وبعد ما فتحت الماكس عشان افعلهم واظهرهم هطلع على سكريبتنج وانزل على ران سكريبت، وهروح على المكان اللي موجود فيه السكريبت وهدوس على الفايل وهدوس اوبن. اوكي، ده اول سكريبت. وعلشان اعرف السكريبت الثاني ارجع اكرر نفس الموضوع، اروح على سكريبت وانزل على ران سكريبت، اختار الفايل وادوس اوبن. كده انا عرفتهم عندي في البرنامج. طيب عايز اظهرهم واحطهم عندي في التول بار، هروح على كاستمايز يوزر انترفيس، تظهر معانا القائمه دي. هنروح على تول بارز، ومن كاتيجوري هروح على ارشيفز تول، هلاقي عندي السكريبتات اللي لسه مدخلهم، هدوس على نيو وهسميهم اي اسم وليكن جلاس. اوكي، هروح ساحب اول سكريبت واحطه عندي، واسحب تاني سكريبت واحطه معاه. هقفل القائمه واسحبهم واحطهم هنا. ولو مش ظاهر معايا اسم الخامات او الايقونه هدوس كليك يمين عليها، edit button، ومن تكست هسميهم الاسم اللي انا عايزه وليكن جلاس، وهدوس اوكي. مجرد ما اقفل الماكس وافتحه هيظهر معايا الاسم. ولكن دلوقتي نكمل. دلوقتي هنفتح السكريبتين مع بعض. اول سكريبت الشبابيك، تاني سكريبت الابواب. بس لو هنبص عندي على الابواب هنا عندي بالمليمتر والسنتيمتر، فانا هختار السنتيمتر لان انا عندي الشبابيك لما اجي اعمل لها كريات لازم تبقى عندي بالسنتيمتر. ولازم اتاكد من حاجه، ان انا اعدي على الكستمايز يونت سيت اب، اتاكد ان عندي اليونت سيت اب بالسنتيمتر، واتاكد ان السيستم يونت سيت اب بالسنتيمتر. اوكي اوكي. دلوقتي هنبص على الشبابيك مع بعض. انا عندي هنا 2 بانلز و3 بانلز و4 بانلز، وعندي تحت هنا كورنر زي ما احنا شايفين اشكال كتير. هنجرب حاجه منهم. لو دخلنا هنا واخترنا كرييت على 3 بانلز، اوكي، هنبص هنلاقيه ظهر عندي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو خدناه على جنب هنا وعملنا كرييت للكورنر، اوكي، نبص عليه هنلاقيه بالتفاصيل بتاعته والمقبض، وممكن نتحكم في المقبض من الارقام اللي موجوده هنا. ده اول واحد، تاني واحد، تالت واحد، الرابع، وهكذا. ممكن اغير شكل المقبض زي ما انا عايز. ودي كده عندي الشبابيك، خدهم على جنب. ولو فتحنا الابواب هنبص على الاشكال بتاعتهم، هنختار السنتيمتر، وهننزل عندي وليكن الباب ده وندوس كرييت، هنلاقيه نزل عندي برضه بتفاصيله. وزي ما عرفنا ان احنا الارقام دي بنغير بيها المقبض الشكل اللي احنا شايفينه ده، اشكال مختلفه كتير. وعندي هنا الباراميترز، ممكن اتحكم في ارتفاع السكشن نفسه، وعندي ممكن اتحكم في العرض. والهاي دور ده بيتحكم عندي في ارتفاع الباب نفسه. طبعا عندي اشكال كتير، عندي 6 اشكال بتفاصيل مختلفه. لو خدنا ده على جنب، نزلنا واحد منهم تاني، كرييت، هنلاقيه نازل معانا بالشكل ده. زي ما عرفنا ممكن نتحكم في المقبض. وعندي تفصيلة الباب ده غير اللي قبله. فعندي هنا 4 باراميترز، ده ارتفاع السكشن، وده عرض السكشن، وده عندي ارتفاع الباب، وده عندي عرض الباب داخلي زي ما احنا شايفين كده. وبس كده يا صديقي، عايز اقول لك ان الحاجات اللي زي دي بتوفر عليك وقت ومجهود كبير. ولو عايز نبعت لك السكريبتات دي هتلاقي لينك الانستجرام عندك في الوصف، بعت لي رسالة اكتب لي فيها جلاس وهتلاقيني بعت لك السكريبتات. ولو مش مشترك في القناة اشترك في القناة لان ده اللي هيخلينا نستمر. وفي النهاية ما تنساش تصلي على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.